ديفوارية، والكرة للأمام لمنتخب الكوت ديفوار. هدف يكون مرفوض، هدف يكون مرفوض. عمل كبير من سيرا صافي ودراغو، تجاوزت الدفاع الجزائري روعة الكل ومشت الكرة الواحدة لمرمى المنتخب الجزائري وسجلت هدفا. ترفض حكمة المباراة الإعادة لتقدم دراغو في الكرة الماضية. الطاقم التحكيمي لهذه المباراة سيعيد النظر فيما حدث في الكرة الماضية. مانا ليلي سميث سقطت أمام ودراغو التي تمكنت من تسجيل الهدف. تقول حكمة المباراة لما كان وضع تسلل، لكن خط التسلل الوهمي الذي سيوضح مشهد ما حدث في الكرة الماضية للاعبة المنتخب الإيفواري أمام المنتخب الجزائري. ودراغو تسجل الهدف في انتظار أنه يتم تثبيت أو إلغاء هذا الهدف من طرف طاقم تحكيم هذه المباراة. أمام ضغط إيفواري، ولو أنه نسبة احتكار الكرة هي لمصلحة منتخب الجزائر 55%، لكن الاحتكار لم يكن إيجابيا في المواقف التي أتيحت لدى المنتخب في هذه المباراة، بالخصوص من طرف لينا صاحب الجالسرة. عدد المباراة الماضية انطلاقة أخرى من ريبيكا غريس إيلو تحسية عندها جودة، لكن أمام خط وسط منتخب الجزائر في هذه المباراة ما نخليلاش الكثير من المساحات للاستفادة منها. شوف هذه كرة أخرى للمنتخب الجزائري، المنتخب الإيفواري والضغط المتقدم من لاعبات منتخب الجزائر. رينالد بيدروس حاولت التأكد من المنتخب الإيفواري هل سيتم تثبيت الهدف أم أنه سيتم إلغاؤه. الحضور الجماهيري للاستداء إلى الجماهير الإيفوارية والجزائرية في ملعب مولاي رشيد. دائما اللعب متوقف إلى حين في كرة ودراغو، وبالتالي يتم إلغاء هدف منتخب الكوت ديفوار. كرة تلعب للأمام لمنتخب الكوت
الكوت ديفوار لمسه إيفوارية إمكانية لمنتخب الكوت ديفوار، إمكانية للمراوغة لكن ضاعت منها وبالتالي تضيع هذه الكرة وتتحول ضربة سوي للمنتخب الإيفواري. يعمل ضربة زاوية للمنتخب الإيفواري، تلعب كرة في منطقة الجزاء، كرة بالراس تمضي تمر، إمكانية التسديد والتدخل من إنجازي. إنجازي كلوي تتدخل بشكل ممتاز جدا وتحرم منتخب الكوت ديفوار من الهدف الأول في هذه المباراة. عمل كبير من كلو إنجازي، كرة ضائعة للمنتخب الإيفواري، خطأت التغطية الدفاعية لمنتخب الجزائر لكن مريض نافير نحولية مصحة من مصحة مصحة كرة إيفواري يمكن للمنتخب الكوت ديفوار، كرة في منطقة الجزاء تسدد ممتازة جدا والهدف إيفواري. الهدف إيفواري، الهدف لا مرة أخرى مرفوض. قررت أن هناك خطأ، ربما سننتظر القرار النهائي من طرف حكمة المباراة إن كان هناك خطأ أو لا. سنتابع الإعادة لما حدث في الكرة الماضية في كرة المنتخب الإيفواري. الإعادة لما حدث البدنية الأقوى، الفوارق البدنية هنا ما اعتبرته حكمة المباراة دفع، على الرغم أنها منحت فرصة لاستئناف اللعب. ودراغو استخلصت الكرة ودراغو مع الختار والهدف للمنتخب الإيفواري من أكيس ميكو. كنا من جديد تتمكن من تسجيل هدف لكن يظل الإعادة لطريقة استخلاص الكرة من طرف اللاعب الإيفوارية. حكمت المباراة أرضية شاميرة نبادا تعود إلى أرضية ملعب نبادا. ننتظر قرار الحكم الأوغندي تقول لهم بعد العودة هدف لمنتخب الكوت ديفوار. يتم احتساب الهدف للمنتخب الإيفواري الذي يتقدم في النتيجة بهدف مقابل لا شيء. منتخب الكوت ديفوار ينال مراده في هذه الكرة. هذا التدخل اعتبرت أنه وضعية كان سليمة والتدخل للكوت ديفوار. هدف مقابل لا شيء للمنتخب الإيفواري. كل شيء متوقع وكل شيء ممكن في هذه المباراة بين منتخب الكوت والجزائر. مباراة تخطط وسجل في هذه المباراة، يتقدم نفسه للمونديال، يتقدم نفسه للتأهل المالي من نهاية كأس أفريقيا للسيدات من جديد. كرة إيفوارية لمسة إيفوارية، الخطورة لمنتخب الكوت ديفوار، تسديدة أولى البحث عن تسديدة أخرى لكن التمريرة في غياب المتابعة. الإعادة من زاوية أخرى، الذي يحاول نقل الخطورة وتدخل دفاع منتخب الكوت ديفوار. شد من جديد كرة للمنتخب الإيفواري، كرة إيفوارية لمسة إيفوارية، ورغبة مرة أخرى لمنتخب الكوت ديفوار لنقل الكرة في منطقة الجزاء. تمر في منطقة الجزاء إمكانية إيفوارية لكن يأتي من زمان هذه المباراة. كرة إيفوارية، نقل الكرة لمنتخب الكوت ديفوار في منطقة الجزاء، كرة بالراس للمنتخب الإيفواري لكن تتدخل إنجازي كلوي لوضحت خطورة المنتخب الإيفواري. منتخب الكوت ديفوار منذ انطلاق هذه المباراة كان هو الطرف الأقوى والطرف الأكثر جاهزية والأكثر حضورا. كرة إيفوارية، منتخب الكوت ديفوار من جديد نقل الخطورة. منتخب الكوت ديفوار مرة أخرى حاولوا أنه يلعب ورقة المنتخب الجزائري وحارس المرمى كلو إنجازي. حكمة تعلن عن تماس ولا تعلن عن بطاقة صفراء للاعبة المنتخب الإيفواري. بعد التدخل على كلو إنجازي على بعد 4 دقائق من نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة. كلو إنجازي
ميسيرا ودراغو. تغادر المباراة بالبطاقة الحمراء. الإعادة لهذا التدخل. إقصاء لاعب من قيادة ودراغو. إقصاء له ما بعده. إيقاف اللاعب لفسح المجال أمامه. إسعاف اللاعب الإيفوارية. من جديد كرة إيفوارية يمكن للمنتخب الكوت ديفوار في منطقة الجزاء. لعبت كرة ممتازة من جانب المنتخب الإيفواري. تضيع تتحول من جديد من الطرف الأيمن لمنتخب الكوت ديفوار. إمكانية نقل الخطورة والتدخل من دفاع منتخب الجزائر. كرة جزائرية لينا مصحة. لينا لعبت كرة من جانب يسرى وتدخل دفاع منتخب الكوت ديفوار لإيقاف الخطورة الجزائرية في هذه المباراة. خطأ أو كرة في التماس لمصلحة منتخب الكوت ديفوار. لم نلمس الخطورة الجزائرية ولم نشعر بأن منتخب الجزائر قد استفاد من الزيادة العددية للكرة تسدد، لكن سهل لمنتخب الجزائر لنا مصحة. كان يمكنها أن تسجل أولى أهداف هذه المباراة للمنتخب الجزائري. من جديد كرة جزائرية للمصحة. لمسة من الطرف الأيمن للمنتخب الجزائري بالختار. إعادة توسيع أمام رضوان. البحث متواصل عن لينا مصحة وقدرات لينا مصحة. لينا مصحة لينا مصحة وتمريرة خاطئة. تلمس الخطورة من لينا. تحس أنه لينا مصحة هي القادرة على إيجاد الحلول في الخطر أمام المنتخب الجزائري. منتخب الكوت ديفوار مرة أخرى عبر كيسي ميكو كونان البحث عن الحلول في المنطقة الدفاعية. كرة تلعب في منطقة الجزائر، لكن تدخل دفاع منتخب الجزائر. منتخب الكوت ديفوار ولو أنه يلعب ب10 لاعبين، لكن تحس أنه يمكن نقل الخطورة في لحظة للمنتخب الإيفواري ويدفع منتخب الجزائر لأن يكون حاسما وواقعيا في التعامل مع الفرص التي ستتاح له في هذه المباراة. الوضع على لعبة المنتخب الجزائري الإعادة لما حدث من طرف عائشة فوفانا. عدد من التدخلات قد تكلف منتخب الكوت ديفوار بطاقة أخرى في هذه المباراة. قد تحمر في وجه أحد لاعبات المنتخب الإيفواري في هذه المباراة. منتخبي الكوت ديفوار والجزائر. كرة للمنتخب الجزائري وتدخل من دفاع المنتخب الإيفواري. الخط الأمامي كرة ممتازة من مارين ظفر. مارين لعبتها ناقصة. تتحول بسرعة للمنتخب الإيفواري والكرة في التماس. لمنتخب الكوت ديفوار. نقل الخطورة لمنتخب الكوت ديفوار. تباطأت كثيرا في الكرة الماضية. كانت عندها حلول كثيرة منها وأبرزها تمرير اللاعب الوحدة في القائمة الثانية، لكن لم تحسن التعامل. مارين ظفر. فرصة المنتخب الجزائري ضربة خطأ للمنتخب الجزائري. مارين من جديد.